جربت قبل كده تقف وسط القبور وتتلفت حواليك، تبص للقبور وتتخيل إنه هيجي عليك يوم وتدفن لوحدك تحت التراب زي الأموات اللي في القبور دلوقتي، وخصوصا لو ليك حد غالي عليك مات قدام عينك. أنا محمود، مدرس لغة عربية ودين إسلامي، عندي 33 سنة، ومراتي أسماء مدرسة زميلتي اتجوزنا وخلفنا مازن. ابننا طفل عنده 5 سنين، وقبل ما أي حد يقول ربنا يخليهولك، مازن مات الله يرحمه، مات ومن اليوم اللي اتدفن فيه مازن. وأنا وأسماء بنروح عند قبره بشكل يومي. ما كناش قادرين نتقبل فكرة موته وإننا مش هنقدر نشوفه مرة، وتحديدا أسماء كان وجعها أضعاف وجعي. كنا بنيجي نفرش حصيرة قدام القبر ونقعد بالساعات. أنا عارف إن ده حرام وممكن يكون أشبه باعتراض على قضاء ربنا، بس وقتها ما كنش فيه حاجة تبرد الوجع اللي جوانا. ده ابننا الوحيد. المهم فضلنا على الحال ده تقريبا يجي شهر، وحده بقيت أمنع أسماء من إنها تروح القبور، وأنا رجعت أركز في شغلي وأشغل نفسي بحاجات تانية، وتقبلت قضاء ربنا وقلت الحمد لله. لكن بالنسبة للأسماء اللي حصل ما قدرتش تتخطاه، وفضلت حابسة نفسها جوه ذكريات وأحلام كلها اتنهت بموت مازن. حاولت أخرجها من اللي هي فيه لكنها رفضت تماما ومساعدتنيش. المهم في يوم وأنا راجع من المدرسة، أول ما دخلت شقتي سمعت صوت أسماء وهي بتتكلم مع حد، كان صوتها واطي قوي. فالأول اتبسطت فكرتها بتتكلم في الموبايل، وقلت أخيرا أسماء رجعت تندمج مع الناس وهترجع لطبيعتها. لكن لما قربت من الباب بدأ صوتها يعلى، سمعتها وهي بتقول: حبيب ماما، هعملك مكرونة ونستنى بابا يرجع وهنروح عند تيتو. فتحت الباب ودخلت لقيتها لوحدها في الأوضة، لكن هي قربت مني وقالت: بابا جه، يلا يا ميزو، فين بوسة بابا؟ حطيت إيدي على خدها وقلت لها: مازن مات يا أسماء، كفاية أرجوكي. بعدت عني ورجعت لورا وقالت لي: أنت كداب، مازن معايا وهعمله مكرونه وهيقعد معايا أنا. أهدي يا أسماء وارضي بقضاء ربنا. شفت في عينيها دموع تخنق وقالت: أنا هسمع كلام مازن، هو قال لي أروح له وأنا هروح له دلوقتي. الدموع بتنزل من عينيها زي البحر. فضلت تبصلي وبعدين جريت بسرعة ناحية البلكونة، وكانت بتحاول ترمي نفسها بس أنا لحقتها. ببصلها لقيت ملامح وشها اتغيرت، بصت لي وقالت لي: سيبني سيبني أروح لمازن، سيبني هو مستنيني. فوقي يا أسماء، كفاية اللي بتعمليه ده. زقتني وهربت على المطبخ ومسكت سكين على أساس هتموت نفسها، لكن أنا منعتها وأنا بحاول أخد منها السكين، إيدي اتجرحت. لما أسماء شافت الدم رمت السكين على الأرض وبعدت لورا، والخوف باين في عينيها. اللي وقفها عن تصرفاتها دي منظر الدم خلاها خافت وبعدت عني، وقعدت في كورن جنب الحيط في المطبخ. وأنا وقفت النزيف وحطيت السكين في الدرج. قربت من أسماء علشان أطمنها، لكن واضح إنها خايفة مني قوي. لما حطيت إيدي على وشها وبرفع وشها علشان تبصلي، لقيت عينيها حمرة زي الدم وعروق وشها متحجرة وباينه قوي. أول ما شفت وشها اتفزعت ورجعت لورا، خوفت منها وبعدت عنها خالص، وهي فضلت في المطبخ طول اليوم. كنت قلقان عليها. لما دخلت المطبخ لقيتها سندو راسها على الحيط على نفس الوضع زي ما سبتها، شكلها ما يطمنش. اتصلت بأحمد أخو أسماء وشرحت له الوضع. قال لي: أبص يا محمود، اللي أسماء مرت بيه ما كانش سهل، دي خسرت ابنها الوحيد، وانت عارف كلنا كنا معلقين بمازن ازاي، وهي متأثرة بموته قوي. وانا بنصحك تسيبها لحد ما تهدى، وواحده واحده مع الوقت هتلاقيها فكت ورجعت زي الأول. قفلت معاه وقلت أسيبها لوحدها لحد ما تهدى وتاخد وقتها، وبعد كده اتكلم معاها. المهم دخلت نمت، ولما صحيت الصبح لقيتها نايمة جنبي. سألتها: أسماء مش هترجعي الشغل؟ لا، أنا النهاردة رايحة مشوار مهم، لما أرجع هتعرف بنفسك. قلقت من أسلوب كلامها، شفتها بتجهز علشان تخرج. جهزت أنا كمان ونزلت قبلها، نزلت علشان أراقبها وأشوفها رايحة على فين. لما نزلت لقيتها ركبت مواصله لحد الترب، روحت وراها من غير ما تعرف. ولما لقيتها قعدت قدام قبر مازن أخدتها من إيدها ورجعنا تاني على شقتنا. سبتها ونزلت على شغلي شوية، وجات لي مكالمة تليفون من جارنا المسيحي الأستاذ عماد. اتصل بيا وباين من صوته إنه خايف ومتوتر. قال لي: يا أستاذ محمود، الحقنا، مرات حضرتك أخدت رامي ابني ودخلت جوه وقفلت الباب بالمفتاح، وإحنا واقفين على الباب وسامعين رامي بيعيط. اتخضيت وسبت المدرسة ورجعت البيت بسرعة.
أنا أصلا بيتي قريب من المدرسة. رجعت لقيت باب الشقة مقفول بالمفتاح والجيران متجمعين، معرفتش أتصرف إزاي. فتحت باب الشقة ودخلت والكل دخل ورايا. لقينا أسماء منيمه رامي في سرير مازن، وكمان ربطاه في السرير. الأستاذ عماد فك ابنه وأخده، ومدام ماري مامة رامي كانت منهارة من العياط. فضلت تزعق لأسماء وقالت